تعادل الاهلي ومازيمبي في الكونغو، وتعادل الزمالك وديريميلز الغاني، وطريقه لعب الفرقتين، وهل الاهلي حقق النتيجه المثاليه في مباراه الاياب، وهل الزمالك ضيع الصعود في القاهره؟ ده اللي هنتكلم فيه مع بعض من خلال الفيديو ده، ويلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنبدا بمباراه الزمالك وديريميلز الغاني اللي انتهت بنتيجه سلبيه جدا جدا للزمالك. محدش يقدر يقول ان الزمالك خلاص خرج من البطوله، لانه تعادل في القاهره، الكره فيها كل حاجه. طب الزمالك هل يقدر يصعد؟ يقدر يصعد وهيصعد، وانا بقول لكم اهو الزمالك هيكسب هناك ويصعد لنهائي الكونفدراليه. لكن عشان الزمالك يصعد لازم يلعب بمنطق. يعني ايه بمنطق؟ يعني يلعب زي ما الفرقه دي لعبت هنا. دي اول حاجه. تاني حاجه، يلعب بالتشكيل اللي يكسبه، مش يبدا بشيكابالا. مش يبدا بشيكابالا هناك، لان الاجواء هناك غير هنا خالص. انا مش بقلل من شيكابالا طبعا، لكن احنا بنقول يلعب بمنطق. جوميز لعب امبارح بطريقه هجوميه، ماشي، لكن يوم الاحد في مباراه العوده لازم يلعب بتحفظ شويه، بمعنى انه لازم يلعب على المرتدات، يريح شيكابالا ويلعب محمد شحاته ويخلي نيمار يبدا ومصطفى شلبي يريح. كل جمهور الزمالك عارف ان مصطفى شلبي اداؤه مش احسن حاجه امبارح، لا عارف يرقص ولا يرفع كروس ولا اي حاجه عملها امبارح مصطفى شلبي من ناحيه الشمال. مباراه زي دي المفروض الزمالك كان هرس الفرقه دي يا جماعه. الفريق ده المركز ال 14 في الدوري الغاني. امبارح بتفرج على المباراه وشايف ان الفريق ده مسير المباراه على مزاجه وزي ما هو عايز. واحد يقول لي احنا رحنا، لكن الحظ. انت ليك كره في العارضه بتاع حسام عبد المجيد والباقي سذاجه من الجزيري، 3 كور لوحده في منطقه الجزاء، ويطلع يلعب الكره بدماغه فوق العارضه. بالبلد كده لازم يركب الكوره، وانت بتلعب الكوره ما تغمضش عينك وتركب الكوره وتوجهها صح في المرمى. ده كل الناس اللي لعب الكوره تعرفه. فانا بقول لنادي الزمالك نصيحه: بلاش تتسرع على المكسب، بلاش تتسرع عشان المكسب هناك، لان الفريق ده من وجهه نظري مش هيكون سهل على ارضه. وبقول للاعبي الزمالك والله تقدروا تكسبوا وتصعدوا، وده اللي انا متوقعه ان شاء الله. وكل التوفيق للزمالك في مباراة العودة في غانا. ده بالنسبة للزمالك. تعالى بقى اخدك ونروح للنادي الاهلي ولاهم بطولة في القارة، دوري ابطال افريقيا، ومباراة الاهلي ومازيمبي الكونغولي. وهل الاهلي بالتعادل السلبي ده في مباراة الذهاب وضع قدمه في النهائي؟ وهل الاهلي قدم مباراة ترضي الجماهير؟ الاجابة نعم. الإجابة أيوة، الأهلي عمل مباراة ممتازة وتكتيكية من الدرجة الأولى، لأن أرضية الملعب والجو وطريقة الاستقبال وكل حاجة ما كانتش في صالح الأهلي. مازيمبي راح على مرمى الأهلي بكذا كورة، إنما مصطفى شوبير قدم المطلوب منه وتصدى لكل الكرات اللي راحت عليه. بسم الله ما شاء الله، حاجة تفرح بجد. ناس ابتدت تنسى الشناوي من اللي بيقدمه مصطفى شوبير، الحارس الواعد بيثبت للجميع انه من افضل حراس الدوري المصري. انما على مجمل الاداء الاهلي برضه راح على مرمى مازيمبي وضيع برضه، ولكن نتيجه مرضيه جدا جدا، ودي نتيجه ايجابيه بالنسبه للنادي الاهلي. كل الاهلاويه شافوا ارضيه الملعب والجو عامل ازاي، وحتى التصوير حاجه قمه السوء. ولكن الاهلي دايما حتى لو مش في افضل حالاته بيعرف يتعامل مع المباريات المهمه اللي زي دي. كل اللعيبه كانت في الميعاد وعملوا المطلوب رغم ضياع الفوز، الا ان الاداء نفسه مرضي للغايه. ولكن عايز اتكلم على احمد عبد القادر. والله يا جماعه لاعب لو يركز اكتر في الملعب مع زمايله هيكون من افضل اللعيبه في مصر. لعب مباراه دفاعيه وهجوميه على اعلى مستوى بصراحه. كلنا عارفين ان علاقه كولر باحمد عبد القادر ما كانتش على ما يرام، لكن واضح ان عبد القادر التزم، علشان كده ابتدى يرجع للملعب وبإرادة كولر، وشفنا الاداء اللي بيقدمه. كل اللعيبه ادت، وكولر بدأ بمصطفى شوبير في حراسة المرمى، ومحمد هاني باك يمين، ومعلول باك شمال، وقلبين دفاع رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم، وفي الوسط أكرم توفيق والسولية وكوكا. خط الهجوم رضا سليم جناح أيمن، وأحمد عبد القادر جناح أيسر، ووسام أبو علي مهاجم صريح. ده تشكيل منطقي جدا. لعب هاني وأكرم في المباراة دي علشان الاتنين مهمين جدا في الناحية الدفاعية. كان ممكن يبدأ بقفشة مكان أكرم، لكن هو عاوز يدافع
مش يهاجم، لان قفشه مش احسن حاجه في الحته الدفاعيه، لكن بيعرف ياخد الفريق للناحيه الهجوميه. وكان ممكن يلعب بعمر كمال مكان محمد هاني، لكن برضه هاني مميز في الدفاع، وفي مباريات كان بيلعب سنتر باك وكلنا فاكرين. لكن انا باكد لكم ان كولر هيلعب بقفشه اساسي في مباراه العوده امام مازيمبي، ومحتمل نشوف عمر كمال وموديست كمان، لانه هينزل ضاغط علشان يخلص المباراه بدري. وكل التوفيق للاهلي في دوري الابطال والزمالك في الكونفدراليه. ولو عجبك الفيديو انزل باللايك المتين واشترك في القناه وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، والسلام عليكم.